السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعينا الكرام، كما كان معلوم، وزارة التربية الوطنية أعلنت على إجراء مباراة ولوجة لتأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة نوفمبر 2025. إذا خوتي، بالنسبة للمشكل، الموقع راه تم إصلاحه، المرتبط بعدم ربط بطاقة التعريف الوطنية بموقع الهوية، حيث يتم تسجيل المعلومات ديالك في بطاقة الهوية، وملي كترجع للسيت باش تكمل التسجيل كيرجع الموقع من صفر. هذا الفيديو ان شاء الله جبنا لكم الحل اسهل، فقط بالهاتف يمكن تسجل وبطريقة سهلة، وغتشوفوا بعينكم الطريقة السهلة باش تسجلوا فقط بالهاتف المحمول بدون المشاكل التي تم ذكرها سابقا. اذا ملف الترشيح، كما كتعرفوا ان هذا الجديد في هذه السنة رفعوا سن الترشيح الى 35 سنة كحد اقصى. وبالنسبة لملف الترشيح، وصل الترشيح المستخرج عبر البوابة الإلكترونية الخاص بهذه المباراة، خصك توقع فيه ومن بعد تسكاني ومن بعد ديرو توا في الموقع. بقى نوضحوا هذا الأمر. نسخة من الشهادة أو الدبلوم المطلوب أو الشهادة المعترف بمعادلتها مصحوبا بنسخة من قرار المعادلة، نسخة من بيان النقاط المحصلة عليها في الإجازة أو الدبلوم الجامعي المطلوب، ثم أيضا نسخة من شهادة البكالوريا، ثم أيضا نسخة من بيان النقاط المحصلة عليها في البكالوريا، ثم أيضا نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، ثم أيضا الترخيص بالمشاركة في المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين مسلمة من طرف المصالح. وكنصحكم بهذا التطبيق الرائع الجميل اللي ممكن تكاريو هاد الملفات كاملين او هاد الوثائق كاملين من الترشيح. اذا غننتقلوا دابا للطريقه كيفاش نتسجلوا بالهاتف فقط ونسكانيو جميع هذه الوثائق على شكل PDF. وخصنا ثاني حاجه خصنا ناكدوا عليها، هي خصنا تكون عندنا خاصيات NFC في الهاتف ديالنا او الهاتف الاخر ديال صاحبك ولا ديال باك ولا ديال خوتك، ما كان حتى مشكل. يعني غير تكون هاد الخاصيه في الهاتف الاخر ماشي مشكل. غنوريكم الطريقه كيفاش نثبتوا هاد تثبيت الهويه الشخصيه عبر تطبيق NFC المعد من طرف الوزاره المعنيه. اذا الطريقه خوتي باش ما نطولش عليكم هي بحال السنه الماضيه، خصنا نعمروا هذيك المعلومات في الاستماره، وغنخلي لكم رابط التسجيل في اسفل الفيديو. اذا ملي تندخلوا الموقع ديالنا كنديروا طلب جديد كيف ما كتشوفوا هنا، كيعطينا اطر هيئه التدريس، حيت هذا العام للاسف اطر مختصه ما كايناش المباراة ديالهم هذا العام لظروف تم توضيحها في الفيديو السابق اللي بغى يطلع عليه. اذا كنديروا اطر هيئه التدريس وكندخلوا كيعطيونا هذه الهويه هوية تثبيت او اثبات الهويه بطاقه التعريف الوطنيه. كنديروا اقر وصرح ووافق على شروط الموافقه، وغنخصص فيديو خاص بطريقه اللي حيت كاين الناس للاسف باقي ما عارفينش كيفاش يديروا تثبيت البطاقه الهويه الشخصيه عبر خاصيه NFC. غنخصص واحد الفيديو قصير عندي هنايا في القناه نوريكم بالطريقه باش ديروا هاد اثبات الهويه الشخصيه عبر طريقه NFC او خاصيه NFC. دابا ان شاء الله ملي غندخلوا المعلومات ديالنا في ديك البطاقه غيطلع لينا هاد الصفحه كما موضحه في الصوره. اذا ملي كديروا هذاك خاصيه NFC راه اوتوماتيكمون كيطلعوا لك هنا المعلومات ديالك، باستثناء وقيله العنوان الشخصي. بعض البطائق الشخصيه ما كيطلعش لهم العنوان الشخصي، يعني ممكن تكتبوا او ممكن تزيدوا ولكن غير مهم. اذا انت غتعمر غير اللي في الجهه اليساريه اللي هي شهاده البكالوريا، السلك، ثم تاريخ الحصول عليها
كتلقاهم في الواجهة الأمامية ديال البكالوريا أو الإجازة. ثم الميزة، ثم معلومات حول الشهادة اللي هي شهادة الإجازة. غديرو نوع الإجازة، اش من نوع عندك في الإجازة، واش الدراسات الإسلامية أو أو اللغة العربية أو الماط أو إلى غير ذلك. ثم الجامعة، يعني فين حصلت على هذه الإجازة، ثم تاريخ الحصول عليها، ثم تخصص الشهادة والميزة ديال هاد الشهادة، ثم عدد السنوات المحصلة على الإجازة. كيف ما كتعرفوا أن عدد السنوات يتم احتسابه كنقط في الانتقام، يعني مهم جدا. ثم شهادات أخرى اللي عندك ماستر غديرو تا هو هنايا، وتخصص ديال هاد الشهادة أخرى، ثم تاريخ الحصول عليها والجامعة التي حصلت على هذه الشهادة. إذا أخوتي كنحاول شوية نسربي شوية باش نسرع شوية الفيديو باش ما يجيكم طويل بزاف، حتى نبسط لكم على الأمور. بحال هاد الأمور راه واضحين، واللي ما فهمش شي حاجة اكتبوا لي في الكومنتير وغنجاوبو إن شاء الله. ثم ننتقل إلى معلومات حول الطلب، وهذا مهم جدا. السيكل المطلوب مثلا كنختاروا مثلا الناس اللي باغيين مزدوج التعليم الابتدائي، غير كمثال غتختاروا، كل واحد غيختار التخصص اللي بغا يدفع ليه. ثم لغة امتحان في علوم التربية، حيث كاين اللي كيدوز علوم التربية باللغة الفرنسية، بإمكانكم مثلا ديروا اللغة العربية أو اللغة الفرنسية. وأيضا غتختار أكاديمية الامتحان، مثلا مراكش أسفي أنا كمثال. ثم المديرية الإقليمية للامتحان، مثلا عمالة مراكش. كل واحد غيختار وكل واحد غيشوف أو كل واحد غيشوف البلاصة اللي قريبة ليه للامتحان. من بعد ملي تنعمرو تلك المعلومات كاملين، كيعطيونا هادي واحد الكود. هاد الكود خاصك تحافظو وتصورو، ولا حيت هذا باش غتبقى تدخل الاستمارة ديالك او الملف الشخصي ديالك اللي متسجل في السيت. يعني تاخد هاد الكود هذا تسجلو عندك ولا تصورو، او لا غتاخدوه في الجيميل ديالكم، حيت كيصيفطوه لكم في الجيميل عبر الرسالة النصية. وبهذا الكود اللي عطاكم هنايا ممكن تدخلوا الحساب ديالكم. اذا ملي تديروا اوكي، كندوزو ليطاب الثانيه اللي هي معلومات حول الاختيارات. كما هذا غير مثال بسيط، مثلا كتختاروا المقر الرئيسي للمركز الجهوي من التربية والتكوين، ثم ايضا الفرع الاقليمي ديال هذا المركز، وغتختاروا هذا الشيء بالترتيب، وكياخذوا بعين الاعتبار هذا الترتيب اللي كتعمروا دابا، حيث نتائج الاستحقاق إنما شدات ليك مثلا الاختيار الأول يتم الاعتماد بالاختيار الثاني، وهكذا. إذا من بعد كنرجعو المعلومات حول الطلب، وكنديرو مصادقة على الطلب كيف ما موضح في الصورة، وغنستخرجو واحد الاستمارة. هاد الاستمارة غنخرجوها وغنوقعو فيها وغنديرو فيها لاضات ديال التوقيع ديالنا، وغنسكانيوها بداك التطبيق اللي أشرت إليها في بداية الفيديو. من بعد إن شاء الله ندخلو الموقع ديالنا بداك الكود اللي صيفطو لكم في الجيميل، والكود ديالك اللي غتختار. ملي غندخلو غنديرو يطلع لينا هاد المرفقات. خصنا ننزلو المرفقات اللي هما الوصل التشرشيع، ثم نسخة من الشهادة أو الدبلوم المطلوب، ثم نسخة من بيان النقاط المحصل عليه، ثم أيضا نسخة من شهادة البكالوريا، ثم نسخة من بيان النقاط المحصلة عليه في البكالوريا، ثم نسخة من بطاقة الوطنية للتعريف، ثم الترخيص بالمشاركة في المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين مسلم من طرف المصالح المختصة. هادو كاملين كنديروهم تنزيل كل واحد بواحد، وحاولوا ما ديروش الاسماء ديال مثلا عندك وصل الترشيح ديرو بالعربية، حيت بعض المرات كاين نلقاو مشكل في السيت
حاولوا ديروه بالأسماء الفرنسية باش تميزوا بين هاد المرفقات وما يتخلطوش لكم، وما تنساوش شي مرفق من المرفقات بحال هادو. اذا كيف ما كتشوفوا في هاد الصورة مثلا هاد المثال، وتأكدوا أفاكم في الآخر أنكم درتوا تحميل جميع المرفقات بحال هاد الصورة كاملة. تما ملي كنسالي من تلزين جميع المرفقات كنديروا حفظ الطلب، ثم ملي كنديروا حفظ الطلب كنرجعوا المعلومات حول الطلب، وهنا غتتبعوا الطلب ديالكم حتى تلقاو هنايا في معلومات حول الطلب انه مصادق من طرف الأكاديمية. دابا ملي غتسجلوا غتلقاو هنايا انه الملف الترشيح مصادق من طرف المترشح فقط، وواحد يومين ولا 3 أيام على حسب الأكاديمية والضغط اللي عليها. مهم كل مرة خصكم تدخلوا هنايا باش تشوفوا، حيت بعض المرات تقدروا تلقاو هنا ان الطلب ملغى، تقدروا تنساو شي وثيقة ولا شي حاجة، وباش تصحوا الوضعية ديالكم قبل ما يفوت الأجل اللي هو 13 في هذا الشهر. إذا خواتاتي كانت هذه طريقة صحيحة باش تسجلوا في مباراة التعليم إسرة 2025. حاولت نبسط الأمور وما يكونش الفيديو كتير كبير، واللي عنده شي سؤال ولا شي استفسار كتبوا لي في التعليق وغنجاوبكم. بالنسبة اللي ما كيعرفش يدير إثبات الهوية عن طريق خاصية الفيستي، انا غنقاد واحد الفيديو ان شاء الله وغنحطو في هاد القناة وغنختصرو حتى هو ونوريكم الطريقة الفعلية باش ديروا هاد اثبات الهوية، بطاقة الهوية الشخصية. خواتاتي وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يعجبكم الفيديو، ونتمنى ما نكونش الفيديو طولت عليكم بزاف، واشتركوا في القناة ديالنا لكي يصلكم عن جديد ان شاء الله فيما يخص مباراة التعليم ومستجدات المنظومة التربوية. وشكرا لكم.